السلام عليكم، مرحبا بنات، اهلا حبيباتي. عام سعيد ان شاء الله. السقاسة مكاز سربح ان شاء الله لهنا. اتمنى لكم كل الصحة والسعادة ان شاء الله. اليوم يعني على طلب العديد من الحبيبات ان شاء الله ندير لكم روتيني المسائي. يعني اول حاجة نديرها هي نروح نجيب بنتي من المدرسة. يعني الكبيرة الصغيرة ما مازلت ما دخلتهاش، ميم لاكريش ما درتهاش، بما انني في البيت ما حبيتش نحطها. اول ما نلحقوا كما راكم تشاهدوها انا لحقنا توجور، هي اللي تلحق الاولى هي اللي تطلع الاولى. هنا يعني الدخله تاع المنزل هنا لتحت وين مرفا تشوفوا يعني. وهنا الفوق. اول شيء ندير احنا يعني الجزائريين عادة نديرو قهوة حليب. كون ما نشربوش الحليب في العشية، ما هاد لابخيس يعني ماشي تاع لي كابسول بخيس نورمال. ندير انا يعني نتناول الكونديا هذا سيلويت، وبناتي يتناولوا كونديا نورمال. أه كامل دسم. هنا كيما راكم تشاهدوا عندنا حليب، بناتي يتناولوا يعني الكوتي تاعهم هو الحليب بكاطو ولا كل خطرة يعني وش راح يكون عندهم، وش يعني ياكلوا الكوتي تاعهم. بعد ما كملنا الكوتي انا نهبط نوجد العشاء. وبناتي لا ما مش يتفرجوا في الديسانيمي ولا تلقيهم راهم يقراو يعني، يرسموا لي ديسان سا ديبونش. كل يعني كل يوم ندير لهم اكتيفيتي هكذا اللي يلتاو فيها. هنا درت حميس، يعني نديرو في الفور باش يسهل عملية الشوي تاعو. والحميس لازم نرافقوه بالخبز. هنا راح ندير كسرة، يعني الزوج تاعي شوية الشرط لازم كسرة كل يوم. هنا نبدا نعجن الكسرة. الحميس تاعي يعني وجد قشرته ودوكا نعقب نرحيه. هذا الرحاية هذه حبيبتي يعني رقم واحد في الكوزينة هي هذه. وهاهم هبطوا يشيطوني، لازم يعاونوني هكذا. يعني هما مش يعاونوا فيا، راهم يزيدوا يديروا لي يعني يتعبوا لي في اعصابي هكذا. بصح معليش نخليهم يتعلموا. وانني نوجد في الخبز تاعي. بعد ما وجدتها نديتها طيب في الطاجين. يعني هي دوبليكسيل كبيرة على حساب الطاجين هكذا، باش ما نديرش نقعد ثم نطيب ثلاثة وزوج ووحدة هكذا ديريكت وخلاص. هنا اني نطيب فيها. ويعني كاين البرد في برا ان شاء الله، يعني اني بديت نمرض على حساب الحطة هكذا اللي بديت نسكع. هنا هاي بعد ما طيبتها على بالي شهيتكم. أه هكذا طيبنا الخبز تاعنا. يعني قلت لكم عندي في الفطور اليوم درت العدس، ودوك نزيد الحميس هذا بالخبز. وهذا روتيني المسائي. ان شاء الله عندنا نكمل لكم الجزء الثاني ان شاء الله بعد يعني دوكا شوية ويلحق الجزء الثاني. شكرا حبيباتي، الى اللقاء.